الاهلي وزد في الجوله الثانيه من الدوري المصري، والاهلي بيفوز بهدف وحيد. السلام عليكم واهلا بكم، اسماعيل محمد، ويلا اقول لك ايه اللي حصل في الماتش. الشوط الاول خلص والاهلي متقدم بهدف احرزه طاهر محمد طاهر في شوط كان الاهلي مستحوذ فيه وكان الاخطر في ظل تماسك نادي زد مع محاولات لاحراز هدف التعادل، ولكن دفاع النادي الاهلي كان اقوى. الشوط الثاني انتهى 0-0 وكان الاهلي اشرس من الشوط الاول، وكابتن مجدي مدرب زد كان بيغير كتير من طريقه اللعب علشان يقدر يجاري النادي الاهلي ويحرز هدف التعادل، ولكن انتهى الماتش بفوز النادي الاهلي بهدف للعريس طاهر محمد طاهر. ابرز الايجابيات والسلبيات في الماتش هي كولر من ماتش الزمالك في السوبر المصري وهو عامل تنظيم ولا اروع في كل الخطوط، وكل الخطوط مرتبطه ببعضها، وده شيء بيسهل عليك كتير للفوز وبيصعبها اكيد على المنافس في الاريحيه، وهي دي الكوره الحديثه. ولكن هيظل مشكله عدم الشراسه الهجوميه موجوده. خط الهجوم لازم يكون اشرس من كده في انهاء الهجمات لاهداف، وده لانك لو بتلاعب فريق قوي هجوميا الماتش هيتصعب عليك وممكن بنسبه كبيره تخرج خسران لو انت فضلت بالشكل ده. فلازم يكون في تدعيمات قويه من الاداره علشان كولر يقدر يعالج الحته دي. مروان عطيه عمل ماتش كبير جدا، ولكن هو ده اللي احنا مستنيينه منه. ولكن خالد عبد الفتاح مثال للاعب المجتهد، عمل ماتش قوي بالرغم من انه بيلعب في مركز غير مركزه. يحيى عطيه طلع ما شاء الله ممتاز دفاعيا وهجوميا، ومكسب كبير للنادي الاهلي. نيجي بقى العريس الليله طاهر محمد طاهر، ماتش ورا ماتش وطاهر بيعلق مع الجمهور اكتر. لاعب اجتهد وكان واثق جدا في امكانياته، وهو ده اصل النجاح، وبيجي قبل منه طبعا توفيق ربنا. اشتغل على تطوير نفسه صح وما بصش لكلام الناس، ودلوقتي لازم نعترف ان طاهر نسخه غير وفارق جدا في تشكيل النادي الاهلي. وفي النهايه مبروك للنادي الاهلي. ولو عايز تعرف اخر اخبار الرياضه اعمل لايك للفيديو علشان عايزين نوصل الفيديو ده ل 100 لايك، وسبسكرايب للقناه وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. صلى على حبيبك النبي. سلام.